السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن فرق كبير ناس كتير مش واخده بالها منه، وهو الفرق بين الاوتوميشن والاي اي ايجنت. هنتكلم يعني ايه اوتوميشن ويعني ايه اي اي ايجنت، وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده. تعالى معايا نشوف السيناريو ده. السيناريو بيقول ايه؟ بيقول تخيل ان انت عندك جنينة او حديقة، وكل يوم بتسقيها بنفسك. طبعا انت زهقت من الموضوع دوت، وموضوع مرهق، او ممكن كمان انت ممكن تنسى. فايه الحل؟ قلت خلاص اركب نظام يسقي الزرع لوحده، اللي هو الاوتوميشن، نظام اوتوميشن. يعني يبقى في نظام بيسقي الجنينه كل يوم في نفس الميعاد اللي انت بتحدده له. انت كاتب له كده، بتقول له مبرمجه، بتقول له بص انت الساعه 9 كل يوم هتسقي الزرع، من غير ما انت تتدخل ولا اي حاجه. هو هينفذ ده كل يوم الساعه 9. تمام. تعالى كده نشوف باقي القصه دي. افرض حصل مطر كتير في يوم ممطر كده، مطر غزير. يعني ممكن في يوم يحصل المطر الكتير ده، ويعني النظام اللي هو الاوتوميشن مش بيفهم ان في مطر، فمش هيغير حاجه في خطته. انا قلت لك هو واخد سكريبت، هو هينفذه، هو مبصمج السكريبت. عارف انت لما بتخش امتحان كده تبقى انت حافظ انت حافظ الايه اللي انت حافظه مذاكره. لو جالك سؤال يعني ثعباني مش هو انا مبصمج. انت ممكن تديله، هو هتديله نفس الاجابه. انت مش عارف، مش هتسيب الورقه فاضيه، لا انت هتكتب اي اجابه انت حافظها من المنهج. هو برضه هو كده، هو واخد منهج اللي هو السكريبت، هيفضل يسقي بنفس الكميه اللي متبرمج عليها كأن مفيش مطر حصل. ده ممكن يغرق الزرع، وبدل ما يفيده يتعبه ويبوظه. تعالى كده نشوف كيس تانية. افرض حصل جفاف او المطر كان قليل، يعني مفيش مطر كفاية، يعني برضو النظام مش هيفهم ان في نقص في المطر، يعني هيسقي بنفس الكمية برضو المتبرمج عليها في الميعاد المتبرمج عليه، مش هيزودها عشان الجفاف. يعني ساعتها الزرع برضو ممكن يعطش ويموت، لان كمية المية مش كافية. طب تخيل بقى لو في AI agent جوه النظام اللي بيسقي الزرع ده. انت دخلت في الاوتوميشن ده AI agent، يعني مش بس بيتحكم في كمية المية بقى هنا على حسب بقى الجو ممطر او في جفاف، ده كمان بيشوف ان هو يقدر يتوقع الطقس قدام ويغير التصرف بتاعه بناء على databases او APIs بقى. هو يعني في صفحة مثلا عارف ان الجو بكرة هيتغير، فيبقى عامل حسابه والكلام ده. انت مديله داتا بالمعلومات ديت، بالبريدكشنز بتاعت حالات الطقس، تنبؤات بحالات الطقس. الزرع الكبير ممكن يحتاج مية اكتر من الصغير، وبيفكر كمان في طول الزرع كده. يعني بيفهم المنطقة المزروعة فيها برضو، منطقة جافة ولا رطبة. فهو بيدرس كل الكيسز او كل المراحل اللي بيعدي عليها الزرع. برضو ايه تاني؟ ممكن برضو يقيس الرطوبة بتاعت التربة، يشوفها ناشفة ولا فيها مية كافية. وبيشوف نوع النبات، لان كل نوع ليه احتياجات مختلفة. وبعد كده بياخد قرارات بناء على كل الحاجات المتغيرة دي. تخيل بقى ايه دلوقتي. تعال نشوف ايه الفرق ما بين الاوتوميشن والاي اي ايجنت في عملية البروسيسنج. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انت معاك الاوتوميشن، انت بتدخل له انبوت. الانبوت ده زي ما انا اللي قلت لك عليه سكريبت، هو المفروض هيمشي عليه ايا كان بقى القصه ايه، زي القصه اللي احنا حكيناها من شويه. فهو خلاص هو خد الانبوت وهينفذه، وهيطلع لك الاوتبوت اللي انت عارفه. ايه الاوتبوت اللي انت عارفه؟ ان هو هيعمل المهمه ديت بشكل روتيني، وهي نتيجتها واحده مش هتتغير. طيب ايه بقى الاي اي ايجنت؟ الاي اي ايجنت
بياخد نفس الانبوت عادي جدا، بس بيدرس بقى كل حاجة بقى، بيدرس كل الاحتمالات والتنبؤات وكل حاجة، مش بس بياخد الحاجة يقراها ويحفظها. وكمان بيستخدم تولز، بيبقى معاه تولز كتيرة عشان تساعده ان هو ينفذ الايه المهمة ديت والسيتويشنز اللي هو ممكن يتحط فيها، ويطلع لك كل مرة طبعا بيطلع لك اوتبوت ايه مختلف. مين اللي هيستفاد من الاي اي ايجنت؟ كلنا هنستفاد من الاي اي ايجنت. لو انت كان هدفك طبعا اللي انت تزود من الكفاءة بتاعتك، وان انت تحافظ على الوقت بتاعك، هتخلي الاي اي ايجنت هو اللي يعمل لك كل حاجة. establishing new income streams، اللي انت تقدر تعمل دخل كويس. و increase personal saving، ان انت تزود من مدخراتك عن طريق بقى ان هو ممكن برضو اللي انت تدخله ان هو يحلل لك البيانات، بيحلل لك يشوف لك الاستثمارات، الصفقات الجيدة يقول لك عليها، فانت بتديله اكسس على كل حاجة. اهم حاجة داتا عن اي شيء انت عايزه يخش فيه، وهو هي يظبط لك الدنيا كلها. طيب ايه التولز اللي احنا محتاجينها عشان نبني الايجنت ده؟ محتاجين 2 تولز، عندنا ال N8N وعندنا ال OpenAI. ايه ال N8N ده؟ This is the no code tool that we'll be using to build our automations and agents. ديت زي ده هيبقى زي ويب سايت هنخش عليه، ماشي، وهو ده اللي هنعمل فيه الاوتوميشنز والايجنتس بتاعنا. تمام. طيب ده التول بتاعتنا، ده السوفت وير تول بتاعنا اللي احنا هنستخدمه عشان نبني الاوتوميشن والايجنتس. مش محتاج ان انت يبقى عندك خبرة في اي كود بروجرامنج ولا حاجة. في بعض ال الاوتوميشنز انت ممكن تدخل برمجة عادي، ممكن تكتب كود، بس احنا ممكن عادي يعني في تاسكس كتير ممكن نعملها من غير كود، واللي عنده سكيلز في الكود ممكن بقى يخش يكتبها، او يستعين بشات جي بي تي يكتب له الكود. مش لازم انت يبقى عندك خبرة في في اللي انت تكتب الكود بتاع الاوتوميشن. طبعا الكود طبعا بتاع الاوتوميشن ده هيبقى يعني زي لغة جافا سكريبت. الاوبن اي اي دي الشركة اللي عملت شات جي بي تي. طب انا هستفاد منها في ايه؟ يعني هبقى محتاجها في ايه؟ انا محتاج large language موديل كده عنده داتا كبيرة، ماشي، زي شات جي بي تي كده. انا هدخله في الاوتوميشن بتاعي، فخليه هو ده بقى هو ده الايجنت بتاعي، هو ده اللي هيبقى يجيله. هبعت الداتا لشات جي بي تي، شات جي بي تي معاه الداتا، هيفكر ويطلع لي الاوت بس. وهو ده الفرق ما بين الاوتوميشن والاي اي ايجنت، ودي التولز اللي احنا هنبقى نستخدمها في الفيديوهات اللي جايه، وهنبني تاسكس، والمره الجايه هنشوف ازاي نسجل على ال N8N ويب سايت ونعمل اول ابلكيشن لينا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان ده بيساعدني ان انا اكمل، وشكرا جدا لاستماعكم. مع السلامه.